السلام عليكم وأهلا وسهلا بيكم في بودكاست نص الليل. معاكم حسام علي وأنا الهوست للبودكاست الجميل ده. وفي البودكاست ده بنتكلم فيه عن مواضيع ومواقف مختلفة ممكن نكون بنمر بيها في شغلنا مع صحابنا أو في البيت. وهتلاقوا حاجات كتير أوي مشتركة ما بيننا لما نتكلم في الحاجات دي في كل حلقة. وللعلم يعني الكلام ده من وجهة نظري الشخصية، مش كلام علمي خالص على الإطلاق. فيلا بينا نشوف حلقة النهاردة هنتكلم فيها عن إيه. أهلا أهلا يا حبايب، إزيكم عاملين إيه؟ كويسين؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير وبصحة وبسلام دائما وأبدا إن شاء الله. أهلا بيكم في الحلقة ال16 من بودكاست نص الليل. والنهاردة مش بس الحلقة ال16، دي الحلقة الأخيرة من سيزون 1. وحقيقي مش عارف أعبر عن كم المشاعر المختلطة التي بداخلي، يعني كمية مشاعر عكس بعضها لن تتخيلوها. يعني يا رب يكون في حد حاسس باللي أنا حاسس بيه. لو مش حاسين باللي أنا حاسس بيه اللي أنا هاقوله دلوقتي ده، ادعوا لي، يعني ادعوا لي إن الدنيا تمشي على خير كده والحياة تبقى لطيفة ولذيذة يعني. أنا حاسس بإيه بقى؟ حاسس إن أنا متضايق إني وصلت لآخر حلقة في البودكاست، وحاسس إن أنا فرحان إني وصلت لآخر حلقة في البودكاست. حاسس إن أنا متضايق إني مش هاسجل تاني، وحاسس إن أنا فرحان إن أنا يعني هيبقى لي فترة مش هاسجّل فيها أقعد أخلّص حاجات تانية. فاهمين؟ يعني أنا جوايا كمية حاجات عكس بعضها، عكس بعضها كلّها. وما أعرفش هل حد ممكن يكون يعني مؤخرًا كان حاسس مثلًا بحاجة زي كده في حياته، فيقدر إن هو يتخيّل اللي أنا باتكلّم فيه ده، والّا هيبقى بالنسبة له ده أفورة أو. بس أيًا يكن يعني ده اللي أنا حاسس بيه وده اللي أنا باقوله لكم وخلاص. يعني حاسين بدعاية بها، مش حاسين ادعوا لي، يعني ادعوا لي إن الدنيا تمشي على خير. النهارده هنتكلّم في إيه بقى؟ النهارده عنوان الحلقة لطيف جدًا، أنت مش لوحدك. إحنا هنتكلم فيه حاجات كتير أوي، بس عنوانها كله أو يعني هنرجع لمرجوعنا في الآخر إنك مش لوحدك. إنك مش لوحدك بقى في حاجات كتير بتعملها في حياتك، إنك فاكر إنك بتعمل حاجة مثلًا أنت الوحيد اللي بتعملها صح، لأ أنت مش لوحدك. أنت فاكر أنت الوحيد اللي بتعمل حاجة غلط، لأ أنت مش لوحدك. بس إحنا برضه يعني هنحاول يعني قدر الإمكان في كلامنا إن إحنا نقول في الآخر برضه إن يعني لو أنت بتعمل حاجة غلط أو يعني غلط اللي هي مش غلط كحرام، يعني مش أكيد مش هاشجّعك وأقول لك أنت مش لوحدك فكمّل عادي يعني. أنا مش هاقول لك كده يعني، بس يعني القصد إنك أنت مش لوحدك فيالّا بينا نساعد بعضينا يعني. مش مش القصد إن أنا هاقول لك أنت مش لوحدك، لأ كلنا بنعمل كده، يالّا حبيبي برافو عليك ويالّا نسقّف لك وكمّل في اللي أنت بتعمله يعني. لأ خالص مش القصد كده. أنا كنت قريت post كده لطيف، شوية صور كده يعني حد عاملهم بشكل لطيف مع إنستجرام يعني. بيقول إن ما حدش مات لإنه اتأخّر في الجواز، بس كتير ماتوا من جواهم لإنهم اختاروا الشخص الغلط. صح جدًا. تعالوا نفصّصهم يعني واحدة، واحدة. هاقولها لكم كلّهم وبعدين إيه نقعد نفصّص فيهم واحدة، واحدة. وبعدين ما حدش مات لإنه فشل، بس كتير ماتوا لإن هم ما حاولوش من الأساس. وما حدش مات لإنه مشى لحاله، يعني مشى لوحده، بس كتير ماتوا لإن هم مشوا مع ناس خذلوهم. ما حدش مات لإنه غيّر طريقه، بس كتير ماتوا وهُم متمسكين بطريق انتهى من زمان. هاstress على الحتّة دي شوية. ما حدش مات لإنه بدأ من الصفر، بس كتير ماتوا لإنهم رضوا بأقل من أحلامهم. وما حدش مات لإنه اختار نفسه، بس كتير ماتوا وهُم بيحاولوا يرضوا الكل إلا نفسهم. وما حدش مات لإنه قال لأ، بس كتير ماتوا لإن هُم وافقوا على حاجات هُم رافضينها من جواهم. وما حدش مات لإنه اتأخر في الوصول، بس كتير ماتوا وهُم بيجروا في سباق ما بيعرفوش بدأوه ليه. بجد الكلام ده كله حسيت إن هو كده إيه، دخل في حتت جوايا كده، كل واحد ويعني إيه عشِّش في حتة جوايا كده، لإنه مَس حاجات كتير الواحد بيفكر فيها بقى له كتير. على سبيل المثال نبتدي بأول واحدة. ما حدش مات لإنه اتأخر في الجواز، بس كتير ماتوا لإن هُم أو ماتوا من جواهم لإن هُم اختاروا الشخص الغلط. صح مليون في المِيّة بالنسبة لي يعني. صح مليون في المِيّة. فكّر فيها في أي حد حواليك لا قدّر الله حصل له مشاكل بسبب جوازه وأنت كنت حاسس إن الشخص ده مش هو الشخص اللي يناسبه أو. فكّر فيها كده هتلاقي إن ده مليون في المِيّة صح. فكل ما يعني كل ما حاجة تتأخّر يعني ده مش معناه أو مش حاجة تتأخّر، هو ليها وقتها. في الأول وفي الآخر إحنا
خلّينا عارفين ومؤمنين إن ربنا كاتب لنا حاجة هتتم، يعني هتتم، وقُلتها زي ما قُلتها قبل كده، إحنا ربنا كاتب لك حاجة هي هتحصل لك غصب عن أي حد، يعني أنت مكتوب لك تقابل فلان في وقتٍ ما، ومكتوب لك إنك ترتبط بيه في وقتٍ ما، ومكتوب لك حاجات كتيرة أوي تمُر بيها قبل ما تقابل فلان ده، الحاجات دي كلّها هتتم غصب عن أي حد، فخلّيك عارف ومتيقن بده. هل ده معناه إن أنا أقعد واستنى؟ لأ، برضه مطلوب مننا إننا نسعى. فخلّينا نرجع للحتّة دي. هل أنا دلوقتي مثلًا لو جيت خدت الكلام ده على نفسي، طب ما أنا حواليّا كتير أوي، كتير أوي، كتير أوي، إيه ده يمكن 90% 95% من دفعتي اتجوّزوا واللي خلّف واللي عنده بدل الطفل 2 و3. هل ده معناه إن أنا متأخّر؟ لأ، أنا مش متأخّر. هل أنت حاسس إنك فايتك حاجة؟ لأ، مش حاسسني إن فايتني حاجة. بنتكلّم في حتّة إن يفوتوا حاجة دي دلوقتي برضه. هل أنا حاسس إن أنا فوّتّ عليّا يعني مش فايتني حاجة، فوّتّ عليّا حاجة يعني؟ لأ، برضه مش حاسس بده. طَب أنت حاسس إنك عايز مثلًا تتجوّز دلوقتي؟ لأ. وهنا نيجي بقى لنقطة مهمة، إن الزَن مش حلو في الحتّة دي. إن الشخص نَفْسه لو غير جاهز نفسيًا وماديًا وعقليًا وكل حاجة، هو هيعُك الدنيا، فما لوش لازمة كأهل إن إحنا نضغط ولادنا في إن هم ينجزوا ويتجوّزوا عشان مش عارف إيه، قطر العُمر هيعدّي وقطر مش عارف بتنجان إيه هيفوتنا والكلام ده كُلّه. أنا بالنسبة لي ده شعارات، كلّها شعارات وكلام بيتقال وخلاص، وإن الحياة من فترة للتانية بتتغيّر. كانوا زمان اتجوّزوا بدري جدًا وكل حاجة بتتم بدري جدًا، بس مؤخرًا كل حاجة اتشفتت لبعد كده. فما تجيش تسترِس على حاجة بتاعة زمان بزمن دلوقتي. كل زمن وله حاجته وليه دنيته، وده مش معناه إن كلنا بنتجوّز متأخّر. في ناس اللي قادرة تتجوّز بدري هو قادر يعمل ده، اللي قادر يتجوّز متأخّر هو برضه قادر يعمل ده، اللي قادر يتجوّز يعني مش متأخّر، بلاش متأخّر، اللي قادر يتجوّز في وقتٍ ما من وقته هو قادر يعمل ده. فبلاش نسترِس أو نضغط بعض في حتّة إن لا والله أصل أنت فاتك كذا، أصل أنتِ فاتِك كذا. ما فيش حاجة اسمها كده نهائي، خلّيكم عارفين ومتيقّنين بده. نصيبك هييجي لك مهمًا يكن، إيه هو، إمتى، فين، إزاي. يعني كل الحاجات دي هتتم، يعني هتتم. ربنا كاتب لك حاجة هتحصل، يعني هتحصل. فبلاش ندخّل نفسنا في إننا نختار ونوصل للحتّة اللي إحنا اتكلمنا فيها دي، إن أنا أختار شخص غلط أعيش معاه حياتي. لإن للأسف، للأسف الشديد، يعني لو شوفوا حواليكم كم الطلاقات اللي بتتم، هتعرفوا إن الناس بقت بتختار غلط لمجرد إن حواليهم حاجات هم شايفينها. زي ما دلوقتي آآ النقطة بقى اللي كنت هاتكلم فيها اللي قُلت لكم نتكلم فيها، إني باحس إن حاجة فاتتني. ودي عندنا كلنا يعني الFOMO أو الFear of missing out، إنك تحس إنك هتفوتك حاجة، تحس إنك هتفوتك خروجة، فتيجي على نفسك وتيجي على مذاكرتك وتيجي على أهلك وتيجي، وتيجي، وتيجي عشان تخرج خروجة ما كانتش على مزاجك. إنك تحس إنك في سفرية هتفوتك، فتيجي على أهلك وتيجي، 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 وتيجي على قدرتك المادية، فتسافر سفرية أنت ما كنتش قدّها. الإحساس ده كله مش صح، يعني أو بلاش أقول الإحساس ده كلّه مش صح، بس دايمًا كده يعني احسب الأمور بشكل عقلاني شوية، بشكل فيه إنك شايف إن دي مش نصيبك، فمش بلاش ألعب فيها. زي كنت لسه من قريب حد باتكلّم معاه فباقول له مؤخرًا بقيت مقتنع جدًا إن الحاجة دي لو مكتوبة لي إن أنا أحضرها أو أروحها، فأنا ربنا هييسّر لي هيرتّب لي أموري من حواليّا كده إن أنا أروحها. كنا يعني بنضبّط فطار تبع المستشفى، مديرتنا كتّر ألف خيرها هي ما بتحبّش إن حد ما يجيش الفطار ده، مع إنه طبيعي إن في حد هيفضل قاعد موجود في المستشفى، يعني مش كلّنا هنروح الفطار. شيء طبيعي في أي مكان، يعني أي مكان أنت ممكن تشتغل فيه ده شيء طبيعي إن في حد هيتم التضحية بيه على حسب اليوم اللي اتفقنا فيه إن إحنا هنعمل فطار، أو المؤسسة يعني عملت هذا الفطار الجماعي، فخلاص في شخص ده شيفته، فخلاص هو للأسف هو اتضحى بيه، أو مش اتضحى بيه يعني، بس هو للأسف هو اللي هيشيل الشيفت والباقيين هيروحوا يتبسطوا وخلاص. فهي بتحاول قدر الإمكان إنها تجيب حد مثلًا من القدام يقعد مكاننا لحد ما نروح نحضر كلنا الفطار ونرجع وكده. فأنا وقتها يعني اللي هو إيه، أنت مش
أنا كان قبل كده ممكن أقول لك لأ ده أنا هاحاول وهاعافر ولازم أروح وهاحس إن في حاجة فاتتني ومش عارف إيه وبتاع، بس مؤخرًا بقيت متيقن تمام اليقين إن لو حاجة زي دي ربنا كاتب لي إن أنا أروح أحضرها، الدنيا هتتيسّر لي وحد مثلًا من الناس اللي قدّام هينفعه جدًا إن هو ييجي اليوم ده وهييجي وأنا هاروح. وعلى النقيض بقى لو ربنا مش ميسّر لي فبلاش أقعد بقى إيه أنخور وراه بلاش أفضل أزِن وأحاول أجيب مين وأحاول أعمل ممكن تضبط بس هاروح ومش هاتبسط، فما كانش له لازمة في الأول، صح؟ وده بقى يعني بقيت مقتنع بيه بعد حاجات كتير أنا مرّيت بيها بنفس الشكل، لإن مثلًا خروجة مع ناس أنا باحبهم جدًا، فهُم اتفقوا على يوم أنا عندي فيه شغل، فأحاول، أحاول، أحاول مهما أحاول بقى إن أنا أقلب الShift بتاعي وأعمل وأرتّب مع مين ييجي مكاني ومش عارف إيه والكلام ده كلّه، وخلاص يعني فاهمين أنا عملت كل ما في وسعي إن أنا أعمله، وما رضيتش وما نفعتش قصدي، وأفضل أحاول تاني وأحاول تالت ورابع وخامس لحد ما تضبط بقى، فاهم؟ تضبط في مرّة، أروح ما اتبسطش، طب ليه؟ عشان كان من الأول أنت ما كانش مكتوب لك تروح حاجة زي كده، هتقول لي طب ما أنت في الآخر رُحت، أيوه أنا رُحت، ما هو أنا قعدت بقى، يعني قعدت أحاول، 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 فربنا قال لي خلاص أنا والله كنت باحاول أبعدك مثلًا يعني ما يعني أستغفر الله في التشبيه يعني بس يعني في الأول في الآخر أنت حاولت، فخلاص أنت قعدت تحاول كتير، 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 خلاص روح شوف بقى، شوف قضاك بقى مستنيك في إيه. ف فاهمين قصدي؟ ما تلعبش في الحاجة كتير، سيب الحاجة تمشي زي ما هي ماشية، بلاش تنخور وراها، من الآخر يعني. نيجي لتاني حاجة، ما حدش مات لإنه فشل، بس كتير ماتوا لإن هُم ما حاولوش من الأساس، ودي مقتنع بيها جدًا، جدًا، جدًا مؤخرًا. أنت وكتير بقى بقيت باشوفها في ناس ناجحين ما شاء الله بيتكلموا إنك إنك مش هتنجح مهما حاولت، إنك مثلًا دي شُفتها من كذا حد يعني بيقول إنك ما تحاولش من الأساس فأنت فشلت 100%، بس إنك حاولت فأنت نجحت 50 وفشلت 50. معاك 50، 50 فمعاك فرصة إنك تنجح ومعاك فرصة إنك تفشل، لكن إنك ما تحاولش أصلًا فأنت فاشل بنسبة 100%. فإنك يبقى معاك الفرصة إنك تحاول في حاجة أنت حابب إنك تعملها وما تحاولش فيها أصلًا، أنت كده أعلنت فشلك بنسبة كبيرة، لكن إنك تحاول فيها شوية فأنت معاك نسبة نجاح 50 ومعاك نسبة فشل 50 ودي أنا مقتنع بيها جدًا، جدًا، جدًا. وعارفين ممكن نربطها بإيه؟ ممكن نربطها بحتة السعي، إنك طول ما أنت بتسعى طول ما أنت هتاخد حاجة قصادها، ومش معنى إن أنا إن أنا ممكن أكون باسعى في طريقٍ ما مش بتاعي أو مش هاوصل له يعني مش هاوصل بيه لحاجة في الآخر إن أنا كده باسعى في حاجة غلط، لأ أنا مقتنع برضه تمام اليقين إن طول ما أنا باسعى فأنا باتعلم حاجات هتفيدني في حاجات تانية، إن أنا ممكن أصلًا أفضل في مكانٍ ما باعمل فيه حاجة 3، 4 سنين ممكن أكون باسعى في حاجة تانية، بس قاعد في مكان 3، 4 سنين باتعلم منه حاجة بس معينة هتفيدني جدًا في الحاجة التانية اللي أنا كنت باسعى لها. فيعني عارفين حتّة أن تأتي متأخرًا أحسن من ألا تأتي، أفضل من ألا تأتي، ما م مش فاكر يعني المثل كان إيه بالضبط، بس ده دايمًا قرايبي بيقولوه يعني اقتناعًا منهم بإنك كل ما تتأخر يعني يقولوا حاجة زي كده. عارفين الحتّة دي أنا مقتنع بيها برضه، اللي هو أنت كل ما تعمل حاجة أنت حاسس إنها متأخرة شوية، اعملها أحسن ما تعملهاش أصلًا، فاهمين؟ فيعني حاولوا لو حد في دماغه كده فكرةٍ ما عايز يعملها أو حاجةٍ ما عنده شغف ناحيتها عايز يعملها، ابتدي فيها دلوقتي أحسن ما تبتديش فيها خالص وتقول يا ريتني بدأت ويا ريتني عملت وتقعد بقى تندم في حظك يعني. ما حدش مات لإنه مشى مع حاله، بس كتير ماتوا لإنهم مشوا مع ناس خذلوهم، وده جدًا، ده جدًا وكنت لسه باتناقش فيه مع حد. إن يعني قد إيه خايف إن حد يمشي ويسيبك، يعني إن حد يخذلك في حاجةٍ ما ف ف فتفضل قاعد لوحدك أو كده، بس بالعكس بقيت م تمشي لوحدك أحسن مليون مرّة من إنك تمشي مع ناس غلط، يعني أو تعمل حاجة لوحدك أحسن مليون مرّة ما تعمل حاجة مع ناس غلط، من الآخر زي الشغل كده إنك تدخل في شغل لوحدك وتشيل الشيلة لوحدك أحسن مليون مرّة ما تدخل مع 3، 4 شُركا غلط في غلط يعني. فبصراحة أنا مقتنع بدي 100% زيها زي أول واحدة كده يعني.
ما حدش مات لإنه غيّر طريقه، بس كتير ماتوا لإنهم متمسكين بطريق انتهى من زمان. ممكن نرجعها لتاني واحدة، إنك تبدأ أو إنك يعني تفشل أو حاجة زي كده يعني، إنك غيّر طريقك اللي أنت ماشي فيه، عشان أنت ممكن تكون مش باقول لك كلنا يعني نغيّر طريقنا يعني، بس أنت ممكن تكون حاسس إنك ماشي في حاجة مش بتاعتك، ماشي في حاجة مش شغفك، ماشي في حاجة مش حاببها، ماشي فيها، يعني ماشي فيها وممكن تكون بتنجح فيها على فكرة، لإنك شخص ناجح، لإنك شخص ما بتحبش الفشل، لإنك شخص ما بتحبش تعمل حاجة بشكل وِحِش، ده ممكن جدًا عادي وارد مع كل الناس وناس كتيرة أوي وأمثلة كتير من حواليّا باشوفها كده يعني. بس ممكن يكون ده طريق مش صح، مش بتاعك، مش شغفك في الآخر، مش الحاجة اللي أنت بتعملها وأنت حاببها مليون في المِيّة، وممكن اللي أنت ماشي فيه غلط ده تكون بتعمله وبتحبه عادي، لإنك برضه ما بتحبش تعمل حاجة وِحِش، بس still هنرجع لحتّة إن ده مش شغفك، يعني ده مش الحتّة اللي بتحركك كده من جواك، عارفين نقطة إنك تكون قايم من النوم فرحان إنك رايح شغلك؟ هي طبعًا هي قليل أوي ما حد بيحس بحاجة زي كده، بس يعني بابقى حابب إن أنا لو في حاجة أنا حابب أعملها بنفسي، فابقى حاسس إن أنا قايم فرحان إن أنا رايح أعملها، فاهمين؟ هو شغل بس حابب إن أنا أروح أعمله، ودي هتحسّها لمّا يكون الenvironment اللي أنت فيه وقاعد فيه، المكان الشغل اللي أنت فيه ده مريّحك ومريح ليك نفسيًا، وحاجة أنت حاببها كمان، فتكون واو! إيه الجمال ده كلّه! حاجة كده مرسومة ومتقسّمة يعني، ما فيش طبعًا حاجات كده بتحصل مش عايز أقول مستحيل يعني، بس صعبة شوية، حاجات صعبة إنها تحصل يعني مع ناس كتير، بس وارد وفي ناس بيحصل معاها ده وشوف واقرا ناس كتير هتلاقي حصل معاهم حاجة زي كده، يعني الناجحين دول نجحوا وهُم بيعملوا حاجة مش حابينها، أكيد بيعملوا حاجة هُم حابينها، وأكيد مستمرين في نجاحهم ده لإن هُم بيعملوا حاجة عندهم شغف فيها ومبسوطين بيها وهُم بيعملوها، وبالتالي يطلّعوا الحاجة بحُب في الآخر يعني، فهينجحوا فيها وهيعملوا حاجة هُم مبسوطين بيها. نيجي الحاجة اللي بعدها، ما حدش مات لإنه بدأ من الصفر، بس كتير ماتوا لإنهم رضوا بأقل من أحلامهم. هل هل ممكن دي يعني تبقى ليها علاقة بالطريق اللي كانت في اللي قبله، هل لو أنا مشيت في طريق 5، 6 سنين في حاجة أنا مش حاببها، ممكن أستخسر في نفسي إن أنا أرجع أبتدي من الصفر في حاجة أنا حاببها؟ في ناس تعمل ده. أنا نَفْسي كنت فاكر كده يعني، بس مؤخرًا بقيت مقتنع إن لأ، عادي، إن شاء الله أمشي 20 سَنة في حاجة مش حاببها، وأرجع أبتدي من الصفر في حاجة أنا حاببها، ممكن في أقل من سَنة أوصل لأعلى من اللي أنا عملته في 20 سَنة من الناحية التانية، لإن أنا ممكن أكون هناك راضي بأقل من شغفي وأقل من أحلامي، بس هنا أنا هاوصل بشغفي وبأحلامي وبطموحاتي دي في الحاجة اللي أنا باحبها لأعلى من كده بكتير أوي، وده لو أنت بقى من جواك متيقن ومقتنع باللي أنت بتعمله، هتعمل حاجة تحفة، تحفة، تحفة. فليه لأ؟ why not؟ يعني جرّب. هل نرجع تاني، هل أنت هتموت لو ما حاولتش؟ بس هتموت لو فشلت، يعني كتير آآ كتير ماتوا لإن هُم ما حاولوش أساسًا، موّتّ حاجة جواك أنت ما م يعني عشان أنت ما جرّبتش تبتدي أو ما جرّبتش تعمل الحاجة دي، فبالتالي أنت موّتّها جواك، طب ليه؟ ما تجرّب، خسران حاجة؟ عارفين الحتّة أنت عندك حاجة تخسرها، طب ما تجرب يا اخي، انت غرمان حاجه؟ انت عندك حاجه تخسرها؟ لا انت خسران كل حاجه. هي دي زيّها بالضبط، ما تجرّب يا أخي، جرّب يا أخي. هنيجي للنقطة اللي بعدها، ما حدش مات لإنه اختار نَفْسه، بس كتير ماتوا وهُم بيحاولوا يرضوا الكل إلا نَفْسهم. أيوه أنا، أيوه أنا، أيوه أنا. أنا كان جات عليّا فترة أنا حرفيًا مكبّر دماغي من أي حد بيعمل أي حاجة حواليّا، ومش عشان إرضاءً لنفسهم، بس عشان أريّح دماغي plus حتّة إرضاء. باحاول أرضي اللي حواليّا قدر الإمكان، بس لقيت إن أنا في الآخر أنا اللي باستهلك من طاقتي ومن دنيتي ومن حياتي مقابل إرضاء أشخاص لا يستحقون ذلك، فأختار نفسي بقى فيما بعد. يعني مع إن يعني مش دايمًا دي حاجة حلوة، بس هنرجعها لنقطة معزّة شخص
عندك يترتب عليها حاجات كتير، يعني لو شخص عزيز عليا فأنا ممكن أعمل له أي حاجة أنا ما بعملهاش لحد تاني، بس لو شخص مش عزيز عليا فهعمل له البيزك العادي خالص يعني الطبيعي اللي أنا بعمله مع أي حد هعمله معاه. لكن لو شخص عزيز عليا ممكن أعمل معاه أي حاجة هو حابب إن أنا أعملها معاه، وأكتر من كده كمان. محدش مات لأنه قال لأ، بس كتير ماتوا لأنهم وافقوا على حاجات هم رافضينها من جواهم. اتعلم تقول لأ، دي بقى يعني دي نصيحتي، يعني بقى لي كتير أوي باقول لناس حواليّا اتعلموا تقولوا لأ، إنك لأ يعني لأ، إن لأ مش ما تحملش لأ وآه، لأ يعني لأ. اعمل يعني هتقدر تعمل الحاجة الفلانية وأنت من جواك حاسس إنك مش قادر تعملها، لأ، مش قادر أعملها. خلاص الموضوع سهل وبسيط، اقفل الموضوع خالص. لكن اللي هو تبتدي كده الزمزقة ديّة يبقى أنت إيه 50، 50 فهتلبسها، ما لوش لازمة. قادر تعمل الحاجة اعملها، مش قادر لأ، اتعلم تقول لأ. ويعني دي ده مش عايز أقول ده يعني حوار كبير، بس هو ده حاجة لازم، لازم، لازم كل شخص في أي مكان يكون عارف اللي ليه واللي عليه، وبيعرف يقول لأ، وبيعرف يقول آه، يعني بيعرف يتحكم في ظروف الحاجات اللي حواليه. مكان شغل، لو أنت في مكان شغل اتطلب منك حاجة مش بتاعتك قُل لأ، وده مش معناه إنك بتقول لأ على أي حاجة. لو أنت حابب تعمل حاجة بتعلّي منك أو تعلّي من الskills بتاعتك اعملها. حاجة مش بتاعتك، مش في الjob description بتاعك، مش في مهامك خالص أصلًا، لأ يعني لأ، الموضوع سهل وبسيط. في الأول وفي الآخر لو جينا في حتّة الشغل دي، وقتك ده بفلوس، شغلك ده بفلوس، فكل ما هتعمل حاجة في وقت أكتر تبذل مجهود فيه أكتر، ده المفروض إنّك تستحق عليه فلوس، ما تستحقش عليه إنّك ده task ومرمي عليك في الأول وفي الآخر يعني، تمام؟ فحاجة أنت من جواك مش حاسس إنّك هتعملها، لأ يعني لأ. للمرّة ال50.000.000 لأ يعني لأ. ما حدّش مات لإنه اتأخّر في الوصول، بس كتير ماتوا وهُم بيجروا في سباق مش عارفين هُم بدأوا ليه. بس حاببها أوي دي، وخصوصًا في الفترة اللي إحنا فيها دي. عارفين الtrends اللي بتطلع فجأة لحاجات أنت مش فاهم هي إيه دي، حاجات فجأة طلعت وإحنا لا نعلم عنها أي شيء. فاكرين بتاع الزرعة اللي هي كانت بتقعد ترقص تقول لها حاجة تقعد ترقص دي، كمية الناس اللي كانت بتتهافت عليها عشان تجيبها، ما أعرفش إيه الغاية، يعني إيه الغاية إنك هتجيب بتاع لعبة بتقعد ترقص ولمّا تقول لها حاجة وبتاع، وكمية الناس اللي كانت بتروح تشتريها وبفلوس، فلوس يعني يدفعوا فيها بالهبل عشان يجيبوا حاجة زي كده. عارفين البتاعة اللي موجودة دلوقتي الفترة دي اللي لسه طالعة مش عارف اسمها لابوبو والّا لافوفو والّا مش عارف اسمها إيه دي، بتاعة كده معفنة صغيرة كده، هي فعلًا معفنة، يعني ما ادفعش فيها 10 جنيه والّا 20 جنيه على بعض، وبيتدفع فيها ألوفات مؤلفة دي، عارفينها؟ أنا مش فاهم ده إيه، بس برضه كَم الناس اللي بتجري عليها اللي هي عندهم حتّة بقى أيًا يكن fear of missing out، حتّة منظرة، حتّة أيًا يكن إيه هي، هي دي، هي دي بجد، لإن أنت بتجري في حاجة أنت مش عارف أنت بدأتها ليه، في ناس كده. في ناس حابة إنها تاخد الجو، حابة إنها تاخد المنظر، حابة إنها تاخد اللقطة. أنا جِبت دي، أنا جِبت اللافوفو، أنا جِبت اللابوبو، أنا جِبت المش يعني إيه ده، إيه ده أصلًا؟ مش عارف مَج إيه مرسوم عليه إيه ماركة إيه بكام دولار، ب500، $600 إيه ده برضه؟ ده إيه؟ هاعمل بيه إيه يعني؟ هو حاجة بتتشرب في الآخر، آلة هاشرب منها. ما لهاش أي لازمة، لكن لأ، لازم يكون معايا المَج الفلاني أروح بيه الشغل اللي هو أصلًا باقبض فيه أقل من $100 بس دافع في المَج 200، $300. استفدت إيه يا معلم؟ إيش استفدت؟ بالله عليك إيش استفدت؟ ولا أي حاجة. بس يعني لمجرد إني باجري في سباق أنا مش عارف أنا دخلته ليه. ماشي، يعني كل واحد وظروفه، بس في ناس بتجيب حاجات أنت ما تبقاش فاهم هو جابها ليه؟ هو جابها عشان يبقى اسمه أنا جِبتها في الأول، أو أول ما نزلت أنا جِبتها. في ناس عندها هذا الفخر دائمًا وأبدًا، اللي هو آآ أول ما مش عارف إيه نزلت، البتاعة اللي هي اللعبة مثلًا اللي بتقعد ترقص وتقول لها أي حاجة وتقعد تعيدها دي، أول ما نزلت أنا رُحت جِبتها. أيوه برافو، إيه الإنجاز برضه؟ ما فهمناش إيه الاستفادة، يا عم ماشي يالّا 10 على 10 ونجمتين، ها بعدين في حاجة تانية؟ ما فيش، هو ده بالنسبة له ده إنجاز عالمي.
إنه عمل حاجة زي كده، إنه اشترى حاجة في الأول، زي المغفّر راح دفع فيها $100 مثلًا على سبيل المثال يعني، وهي بعد كده بقت بتترمى على الرصيفة ب10، 20 جنيه. إيش استفدت؟ بالله إيش استفدت؟ وهو مثلًا ما بقاش بيعمل بيها حاجة، بِعتها مثلًا بعد ما جبتها ب$100 خدت اللقطة يا سيدي بِعتها ولا عمل بيها أي حاجة، أهي فلوسه اترمت على الأرض. حرفيًا ده إنك تعمل حاجة أو بتجري على حاجة أنت مش عارف أنت بتجري على إيه، في ناس كده، مع إنك لو كنت استنيت شوية كنت هتجيبها، يعني لو أنت عاجباك أوي يعني شكلها وبتاع، استنى عليها شوية يا عم، أهي مرمية في كل حتة أهي، شوية بشوية اللافوفو والّا اللابوبو ديّة هتتعمل وهتترمى على الرصيفة وهتتباع بأقل من تمنها. هتقعد تقول لي أصل دي أصلية دي إيه برضه؟ هي اللي جواها جواها إيه ما أعرفش، أنا ما أعرفش والله إيه دي أصلًا، ما أعرفش دي عبارة عن إيه، بس كمية trend رهيبة عليها، يعني لا أفهم إيه المغزى منها. أيًا يكن يعني الحمد لله والله على يعني نعمة العقل، وربنا يدينا كلنا العقل والرزانة قدر الإمكان، وربنا يهدي الجميع ويصلح حال الجميع يعني بإذن الله. بس يعني اهدوا على نفسكم يا جماعة، في الأول وفي الآخر افتكر إنك مش لوحدك، كلنا مع بعضينا، كلنا في الهوا سوا يا شباب، أو بلاش نفتكر إننا لوحدنا، هو يعني ما افتكر إن ما حدش مات لمّا عمل 1، 2، 3 بس حد مات لمّا عمل العكس، بس يعني خلّيها دي حاجة ثابتة عندنا يعني، ما حدش موّت نفسه أو ما حدش عمل حاجة غصب يعني غير وقضى على نفسه بنفسه يعني من الآخر. ف يعني ربنا يهدينا جميعًا ويسعدكم جميعًا يا شباب، وبإذن الله، بإذن الله السيزون الجاي يكون أحسن وأحسن من ده بكتير جدًا، ودعواتكم إن شاء الله السيزون الجاي يكون حلو ولطيف وجميل، ومستني تشجيعكم بإذن الله يعني، وإن شاء الله الموضوع يكون لطيف وجميل بس. شكرًا، شكرًا جزيلًا، جزيلًا، جزيلًا لحد هنا وكفاية أوي. وإلى هنا تنتهي حلقتنا اليوم في بودكاست نُص الليل، وأشوفكم في الحلقات الجاية إن شاء الله، وأشوفكم على خير. سلام يا حبايب.